ما كتبت. مساء الخير. وكل عناء والشكر. انا الحقيقه بدي اعتذر من كل العراق وكل العراقيين، احنا مقصرين جدا بكل شيء بخصوص الوقت. لكن هذا لا يمكن مسؤوليه الفنان العراقي. سعيد جدا بهي التحفه الجميله اللي عم يمتحن فيها كل درامي عراقي نفسه عبر الجوائز. وارجو ان لا تكون هذه التكريمات الا استحقاق طبيعي لمزيد من الامتحان للفنان بينه وبين نفسه. شكرا لانكم عم تمتحنوني مره اخرى. وانا اشكر العراق لاني تعرفت عليه من جديد. انا اعرف العراق سابقا عبر كل المثقفين اللي كان لي شرف اتعرف عليهم واتعلم منهم، والفنانين العراقيين اللي كانوا في الخارج بظروف انتم بتعرفوا تاريخهم فيها وتاريخهم كلهم كانوا اساتذه وكلهم كانوا يشرفوا العراق. وانا سعيد جدا اني جيت على العراق وشفت العراق لاول مره. كل شيء شفته داخل الخريطه يشرف اكثر، وكل شيء عم شوفه من الدراميين العراقيين يشرفني. ان شاء الله يا رب بتمنى من كل قلبي لكل فنان عراقي تحديدا من يعمل بالدراما ان تبقى الثقافه العراقيه الطارده الجذور هي منشأ الانسان العراقي اللي قادر يوصل لكل العالم ببساطه. لا تستمتعوا بالاعلام، خذوا معارككم مع الاعلام، خذنا معارك مع الاعلام، وكل فنانين العرب خاضوا معارك مع الاعلام على المستند الاساسي والوحيد للدرامي كاتبا ام مخرجا ام مصورا ام ممثلا هي الثقافه، واعتقد انكم ملوك الثقافه، فلكم الاستحقاق كله ان شاء الله في قادم الايام. شكرا جزيلا. فلتتفضل الأستاذة الكبيرة الغالية على قلبي والأستاذة الصديقة الرائعة الناقدة الكويتية الكبيرة الأستاذة ليلى أحمد.